السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللي ما يعرفنيش، انا ام نور حلو حادق. النهارده هنعمل حاجه جميله قوي كلنا بنحبها، بس للاسف اللحوم المصنعه دي كلها ما بقتش مضمونه. بيبقى داخلها فول صويا كتير، بتبقى اصلا مش لحمه. تعال نعملوها مع بعضينا بلحمه 100%. دي كانت نص كيلو لحمه عندي، بس كانت ملبسه وكلها دهن. يعني ما تنفعش، يعني ولادي مش بيحبوا السمين الكتير او الدهن الياما، فانا هعمل لحمه مفرومه وهعمل معاها اللحمه دي. حبيتي تعمليها بلحمه مفرومه بس مفيش مشكله، حبيتي تعمليها بلحمه زي دي برضو مفيش مشكله. اللحمه طبعا مصححه بتاخد سوا لوحدها. اللحمه المفرومه انا بحط عليها شويه ميه سخنه كده ومعلقه توم كبيره وبصلتين كبار وبحطها لوحدها. دي استوت لوحدها ودي استوت لوحدها، عشان طبعا المصححه خدت وقت اكتر. بصفيها من شوربتها كده، طبعا الشوربه دي بتنفعنا في حاجات ياما يعني. وباخد من الشوربه دول معلقتين جيلاتين. باخد عليهم مغرفه من الشوربه ادوبهم بس، رحت حطاهم في الخلاط مع اللحمه المصححه، وحطيت البهارات بتاعه البلوبيف. ما بتبقاش كتير يا جماعه عشان ما تغطيش على طعمه. بتبقى حبهان بودر وورق لوري بودر وملح وفلفل اسمر. لو حبيتي تحطي بهارات لحمه حطي، انا حطيتها بصراحه. واللون ده بيبقى اختياري، حبيتي تحطيه كان بيها، حبيتي تحطي بنجر، حبيتي تسيبيه كده مفيش مشكله خالص. انا ضربتها على مرتين عشان الكبه ما كانتش هتساعي الكيلو كله. حسيت ان اللون هنا مش مظبوط، فحطيت نقطتين كمان بس، وقلبتها كلها في قلب بعضها. في معلقه سكر نسيت اقول لكم عليها في الاول. في معلقه سكر مع المقادير طبعا، ومعلقه ملح، معلقه سكر صغيره يعني. بصي انا عندي القالب السيليكون ده بياخد نص كيلو. طبعا انت ممكن تحطي في اي حاجه، يعني انا عندي دي العلبه بتاعه الرف اللي في التلاجة بستخدمها في حاجات كتير كده. بس دي دهنتها طبعا زيت علشان يعني البلوبيف يطلع بسهوله، انما السيليكون مش محتاج. بسويها طبعا كويس جدا لان ده الشكل النهائي اللي بيفضل عليه شكل البلوبيف. بس بحطها في التلاجة بتقعد حوالي 4 ساعات، تقريبا 4 ساعات، وبتكون مسكت تماما وبقت زي الفل. هنا كل حاجة مستوية مفيش أي مشكلة خالص. طبعا أنا هنا بعد ما خلصت طلعتها من التلاجة. كانت قعدت تقريبا 3 ساعات، قعدتها 3 ساعات تقريبا. جميل جدا جميل جدا، مش هتفرقيه خالص عن البلوبيف اللي بتجيبيه من بره. مفهوش أي مواد حافظة، مفهوش أي حاجة. هو احنا ممكن نلغي على فكرة الجيلاتين، بس هتضطري تحطي دهون كتير. فانا عشان استكفي بشويه الدهون اللي في اللحمه بس حطيت جيلاتين عشان يمسك. بس بصراحه جميل جدا جدا، تعمليه على بيض بقى، تعمليه على اي اكل، تعمليه كده سندوتشات لاولادك. حاجه مضمونه ونضيفه، وربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.